السلام عليكم، يعطيكم العافية. وصفتنا اليوم كتير طيبة وسهلة، وهي كرات البسكوت مع خليط الكاكاو وحليب النستلة. طعم خرافي ما بينوصف. لتعرفوا طريقة التحضير تابعوا معي وصفتي لليوم. وبهي المكونات رح نحضر مع بعض أطيب حلا سريع. بالبداية بمحضرة الطعام بطحن 400 جرام من بسكوت الشاي السادة لحتى يصير عندي البسكوت قوامه جدا ناعم. بعد ما أطحن البسكوت بضيف له معلقة كبيرة من الفانيليا الباودر وربع معلقة صغيرة من الملح لإبراز النكهات وموازنة الطعم. بخلطهم مع بعض وهلا بضيف عليهم 70 جرام من الزبدة المذابة. ببلش أقلبهم مع بعض، بعدين بكمل فركهم بإيدي لحتى أتأكد إنه جميع البسكوت تشرب الزبدة وصار قوام البسكوت عندي هنا مثل الرمل المبلول. بضيف له هلا 60 جرام من الكاكاو الخام الغير محلى، برجع بفركهم مع بعض مرة تانية وهيك صار عندي جاهز. هلا بضيف لهم 400 جرام من الحليب المكثف المحلى، وببلش أعجن فيهم لحتى تتشكل عندي عجينة قوامها صلب وبنفس الوقت تكون سهلة التشكيل. وهذا هو القوام المطلوب. هلا خلينا نبلش نشكل فيها. وطريقة التشكيل بتكون عنا كتير سهلة. باخد كمية من الخليط يلي حضرته بعملها على شكل كور، وبتقدروا تعملوه بأشكال تانية مثل إنه يكون شكلها اسطواني. بنحاول نخليها كلها نفس الحجم تقريبا لحتى تعطي منظر جمالي أكتر. هيك الكمية كاملة صارت عنا جاهزة. هلا خلينا نبلش نحضر للتزيين. وللتزيين بنحتاج كوب من البندق المحمص وكوب من الفول السوداني المحمص والمملح. أنا استعملت هنا الفول السوداني المملح لأنه طعمه طيب، ما حدا النوع من الحلو أكتر من الفول الني. هلا بطحنهم بشكل خشن وبنبلش تزيين فيهم. الخطوة اللي عنا هون جدا مهمة، وهي تحضير خليط التلزيق. وهنا بحتاج 3 معالق كبار من العسل ونص معلقة كبيرة من المي الفاترة. بخلطهم مع بعض كتير كويس، وهيك بنخفف قوام العسل لحتى يسهل علينا تزيين كرات البسكوت. طريقة التزيين عنا بتكون كتير سهلة. بنزل كرات البسكوت في خليط العسل والمية اللي حضرته، بعدين بشيلها منه بصفيها بشكل كتير جيد. بنزلهم هلا عنا هون بخليط التزيين. أنا هون زينتها بالمكسرات، بقدر تزينوها بحبوب الشوكولاتة أو بالبسكوت المطحون أو جوز الهند حسب الرغبة. بعد ما أغلفهم بالمكسرات بدخلهم الثلاجة تقريبا لمدة ساعة لحتى يتماسكوا وياخدوا القوام المطلوب. بعدين بنقدمهم. وصفتي هون صارت جاهزة وقدمتها بالصحن الحلو يلي اشتريته من متجر أمون هون. والوصفة طلع طعمها كتير طيب، ونكهة الفول السوداني مع العسل والبندق والشوكولاتة أعطاها طعم جدا رهيب ومتناغم مع بعضه. وقوامها من الداخل متماسك ما بتفتفت نهائيا. وإن شاء الله المقادير كاملة بنزلكم إياها بصندوق الوصف. إذا كنتوا أول مرة بتتابعوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموني بلايك وشير، وألف صحة وهنا.